يوم الجمعة هو أحسن يوم في قرية الفواكه لأنه يوم الأجازة واللعب. كله خرج يلعب علشان يستمتع بالجو المعتدل. اثبات، استعد، انطلق. كل مجموعة من الفواكه بيلعبوا سوا لعبة مختلفة. في فواكه ما كانتش بتلعب، يا ترى ليه ما خرجتش في الأجازة؟ هو ناقص موضوعات ايه هنناقشها في الاجتماع ده؟ احنا بقالنا 8 ساعات مجتمعين، انا مش قادر اكمل. لسه في مواضيع كتيرة. اهم موضوع لازم نناقشه النهاردة الصرف الصحي، بعد كده مشكلة الملاهي اللي عاوزة تتجدد من فترة، ولو لسه في قدامنا وقت نناقش الضرائب الخاصة بجمع القمامة. انت ناسي موضوع إضاءة الشوارع اللي محتاجة فلوس؟ معنى كده اننا مش هنقدر نمشي من هنا قبل سنة. تعال اطلع فوق هنا يا موزي. على فكرة احنا على وشك اننا نواجه هنا طيارات خطيرة وسريعة. ما تخافش. انا معاكم. ابقى خلي بالك مني يا رولي. طبعا يا شوكي، انا موجود في الدنيا دي علشان اخد بالي منكم. انا ورايا ايه غيركم؟ على فكرة انا بحب يوم الجمعة قوي. اربط نفسك بالحبل ده. انا شايف ان ملوش لازمة خالص. خلي بالكم. هو شوكي راح فين؟ اهو هناك. عشان المغامرات دي انا بحب يوم الجمعة. اصدقائي، انا عايز اقول لكم حاجة مهمة، اني خلاص كبرت وتعبت وما عدتش قادر استمر في منصب العمدة. حضرتك عارف نتيجة الكلام ده؟ ده هيخلق مشكلة كبيرة. انا ما عدتش قادر على الاجتماعات والمشاكل ولازم استقيل. حد فيكم يحب ياخد منصبي؟ انت عارف يا عمدة ان انا بقدرش لان مراتي بتشتغل بعد الظهر، وانا مضطر اني اقعد مع الاولاد في الوقت ده غير شغلي والدورات التدريبية اللي باخدها كل فترة ومذاكرة الاولاد. وانا وقتي مشحون على الاخر. بالشكل ده مفيش حل غير اننا نعمل انتخابات. المكان هنا مريح للأعصاب. يا ريت العمدة كان وافق يجي معانا. يا عيني الشغل ما بيخلص. مفيش أجمل من كده، المنظر والمية والهواء. معاك حق، انا مش عايز ارجع. خلينا. أنا كمان مش عايز أرجع. بسرعة يا رولي. في ايه يا كمبة؟ واخداني ورايحة على فين؟ درجة حرارته 40. لازم يستريح وما يتحركش نهائي. احنا لازم نلاقي عمدة يحل محله بسرعة. ألف سلامة يا عمدتنا، احنا مفتقدينك كلنا.
حصل ايه؟ انتوا لقيتوا عمدة يحل مكاني؟ جمبا بتقترح اني ارشح نفسي مطرحك، ايه رايك؟ رولي اللي هيبقى العمدة؟ أنا مش مصدق. وفيها ايه؟ انا احسن واحد ينفع للمنصب ده في القريه كلها. إيه؟ أحسن واحد؟ ايوه طبعا، انا اخد دكتوراه في حل المشاكل من جامعه اوكسفورد. مش ملاحظ انه بيبالغ شوية؟ ما انت عارف رولي بيحب يبالغ في كل حاجة، اشمعنى دي اللي هنحاسبه عليها يعني؟ انا هعمل كل اللي في وسعي علشان احل مشاكل القريه. يلا يلا، مفيش وقت عندنا خالص، خلصوا كل اللي وراكوا، عندنا شغل كتير، اتحركوا. نفسي اعرف انت ليه ما بتساعدناش في الشغل بتاعنا؟ عادي، ما تنساش ان انا اللي بفكر لكم وبحط الخطة الاستراتيجية الكبيرة ليكم. المفروض انك تكون القدوة لينا كلنا. ما انا طول عمري قدوة ليكم كلكم، تنكر؟ انت طول عمرك شايف نفسك ما بتغلطش. يا أهل القرية، تقرر أن يكون بكرة هو يوم الانتخابات والمرشح فيها رولي كعمدة للمدينة، وعليكم أنكم تقولوا رأيكم بحرية. هينتخبوني، مفيش كلام. الانتخابات هتكون من الساعة 9 حتى الساعة 5 مساء، وعلى كل الفواكه أن تدلي بصوتها في القاعة. صديقتي العزيزة، لازم تديني صوتك، أنا هحل لكم كل المشاكل اللي بتقابلكم. ألف مبروك مقدما. بمبرا بمبرا بمبرا. لا 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 نا 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 نا. كله ماشي حسب الخطة. الكل قال لنا هيدولك أصواتهم. لازم يكون في دماغ استراتيجية سياسية. أنا عندي بستيليا كتير هوزعها على كل اللي جاي يدي صوته ليا. غريبة، نفسي أفهم هما بيضحكوا على إيه. البستيليا بالفراولة، انتوا بتضحكوا على إيه؟ البستيليا حاجة غير الاستراتيجية يا رولي. أنا فاهم، بس كنت بهرج معاكم علشان تضحكوا. أنا حاسس إن أنا كترت في الدعاية الانتخابية أكتر من اللازم. واحد راح يقول صوته، لازم أقنعه إن أنا العمدة المناسب اللي هحل مشاكلهم كلها. أنا بقى هعمل إيه بالشعر ده؟ خلاص احنا انتهينا من عد الأصوات. النتيجة ايه؟ رولي هو اللي هيبقى العمدة الجديد؟ 821 صوت فاز بيهم رولي، ولا صوت ضده في القرية. أنا كنت عارف إني هكسب. مستقبل قريتنا كله من الكبير للصغير هيقع على مسؤوليتك.
زكي، اكلت عمدة قبل كده؟ هو انت ناوي تاكله يا زعيم؟ ايوه طبعا، وهاكله دلوقتي. ما تخافش يا زعيم، انت كويس. انا جمعت ورق الشجر ده عشان تقع على حاجه طريه ما تتعورش. الحقوني، الحقوني. حصل ايه يا رولي؟ خايف لاني مش هقدر اروح العسكرة تاني. انا مش قادر اقوم، لكن اعمل ايه؟ ايه يا رولي، صاحي بدري كده ليه؟ عندي شغل. مش انت رايح تتمشى؟ ايوه فعلا، انا بحب اتمشى ساعتين كل يوم. مفيش احسن من الصحيان بدري والواحد يروح يشوف شغله بدري وكله نشاط وحيوية. الجو جميل قوي النهاردة. انا هتمشى لغاية لما اوصل للمجلس. يلا يا رولي، خليك نشيط وبلاش كسل. المادة 25 بتقول ايه في قانون الاصلاح؟ نقعد. المفروض ارتفاع المبنى يبقى 1.5 مرة من عرض الشارع. مظبوط تمام. يا سلام عليا، القوانين دي مملة قوي. أنا زهقت جدا من القراية. كفاية. أتمشى شوية علشان أغير جو. هو إيه اللي حصل يا تينا؟ أنا عديت على حجر فمقص العجل انكسر. معلش، حصل خير. حصل خير؟ هو فين بقى الخير ده؟ دي غلطة المجلس، ما سفلتش الشوارع. هبقى أشوف الموضوع ده بعدين، عن إذنك.
بص المطرة هتمطر. اصحى يا عمدة، قوم اصحى. بلاش المية ديت. بس اصحى يا رولي، اصحى بقى. زهقت، نفسي انام ساعتين من غير ما حد يصحيني. انا زهقت من المسؤولية دي والمشاكل. اسمعني كويس يا رولي، العمدة عايز يقول لك كلام مهم جدا، فكر فيه وبعدين قرر. كنتوا استنيتوني لما صحيت لوحدي. في الحقيقة يا رولي أنا عملت نفسي عيان عشان أسيب منصب العمدة لأي حد. ودلوقتي خفيت وما عندكش حاجة؟ ايوه يا رولي، العمدة بيعرض عليك انه يرجع شغله تاني لانه زهق من عدم الشغل. لو أنت طبعا ما عندكش مشكلة يا رولي وسمحت بده من غير ما تزعل. مش زعلان، خد شغلتك يا عم. الجو جميل. أنا هتمشى في الهوا شوية. أنا هروح أصحي رولي. يلا أوان، يلا نصب نور، يا أصحابي كله يقوم. دايما أصحى وعندي نشاط، ليا في كل صباح حكايات. أغسل وشي وأسرح شعري، والأسنان دي 3 مرات. تحيا الشمس لما تهل، صبحة بشوق بتنادي الكل. تحيا الشمس لما تهل، صبحة بشوق بتنادي الكل. دايما عندي نشاط يا سلام، من النوم دايما بصحى أوام. أبدأ يومي وأشوف فيه إيه،
اصحى يا كسلان، الساعة 1. انت ما تعرفش ان انا خلاص ما عدتش عمدة وما عنديش اي مسؤوليات، يعني من حقي انام براحتي واصحى في الوقت اللي انا اقرره. ممكن تسيبني انام؟ انا بصحيك عشان احنا رايحين رحلة سوا وانت اللي متفق معانا عليها. انا لو رحت في حتة يبقى هروح ارض الاحلام. ارض الاحلام؟ انا اول مرة اسمع عن المكان ده. احسن حاجة تروح تكمل نوم، اما احنا بقى هنروح الرحلة بتاعتنا. آه